أهلا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة احنا حوارنا الأخير إن شاء الله في حلقة النهاردة بيتزامن مع ذكرى 9 من مارس، وهو يوم الشهيد والمحارب والجندي المجهول والذي تحتفل به القوات المسلحة، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض بعد يوم واحد من حرب الاستنزاف وسط 35 شخص من الجنود والضباط. الحقيقة احنا لقانا النهاردة مع الشهيد الحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن شاهدنا النهاردة هو الشهيد الحي، وهو السيد عبد الجواد محمد مسعد، ما يلقبونه بالشهيد الحي، وهو اللقب الذي أطلقه عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. برحب بحضرتك معنا في البرنامج، ومعنا أيضا الأستاذ علاء علامة، وهو عضو حملة في حب مصر. نطلع مع حضراتكم نشوف التقرير عن الشهيد الحي، بطل من أبطال مصر الأبرار، ونرجع لحضراتكم نتابع الحوار. في حياة الأمم والشعوب أيام لا تنسى، أيام ستظل محفورة في ذاكرة الوطن، ولعل التاريخ المصري حافل بالأحداث التي ستظل منقوشة في صدور المصريين. 9 من مارس هو ذكرى يوم الشهيد الذي تحتفل به مصر كل عام، وهو اليوم الذي استشهد فيه الفريق أول عبد المنعم رياض أو الجنرال الذهبي كما كان يلقب أثناء حرب الاستنزاف عام 1969. ومن أروع ما ذكر في يوم الشهيد هو الشهيد الحي جندي الصاعقة عبد الجواد سويلم، الذي ضحى بساقه اليمنى واليسرى وذراعه الأيمن، وفقد عينه اليمنى لتكون إصابته 100%، ومع ذلك لم يستسلم، وطلب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أن يعود للجبهة، ولبى له الزعيم طلبه وعاد إلى الجبهة، وكان من الجنود الذين عبروا قناة السويس مع جنودنا البواسل، ودمروا أسطورة خط بارليف المنيع وغرور العدو الزائف، وثأروا لشهدائنا الأبطال ليصبح الجندي الوحيد في العالم الذي حارب بإعاقة 100%. ولعل تلك الذكرى تظل بمثابة لمسة وفاء لمن ضحى في سبيل الوطن وسجل أروع صفحات المجد وعبر بالوطن إلى بر الأمان. يعني إذا كنا في المرحلة اللي بتعيشها مصر في الوقت الحالي بنتكلم عن ضرورة حب مصر، فما أروع هذا النموذج في حب مصر، نموذج بطلنا المصري عبد الجواد محمد. قد إيه الواحد بيشعر يعني بكل الفخر بهذه الشخصية المصرية اللي حاولت تتفانى من أجل مصر. يعني الراجل فقد ساقيه، فقد ذراعه، فقد عينه، ومع ذلك كان مصر ان هو يعبر ويذهب الى الجبهة مرة اخرى، املا منه في انه الجيش المصري في يوم من الايام كان هيحقق هذا النصر، وبالفعل تحقق النصر على ايدي المصريين. لكن احنا بنقدمه النهاردة كنموذج مشرف الحقيقة، يعني لكل مصري ولكل ابنائنا ازاي المصري يحب مصر بجد. حاج عبد الجواد، انا برحب بيك مرة تانية، والحقيقة يمكن كل مصر النهاردة يحب يعرف هذا النموذج المشرف، تجربته ايه مع حرب الاستنزاف، خصوصا مع هذه الاصابات المتعدده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيك يا استاذ اشرف، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الشهيد والمحارب القديم. الحقيقه انا لم اادي غير دوري بس كمواطن مصري، اللي انطلب مني اديته، ولكن يعني الحاجه اللي كانت ناقصاني بس هي الشهاده في سبيل الله، لان كنت اسعى عليها ولسني 10 سنين، كنت احرص على الشهاده يعني فعلا. فأتعشم الله سبحانه وتعالى أن ربنا يحشرني سبحانه وتعالى مع الشهداء بإذن الله. واللي أطلق عليه الشهيد الحي الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليه. بالنسبة لسيادتك بتسأل على معارك الاستنزاف؟ أنت خضت 18 معركة تقريبا. أنا طبعا دخلت القوات المسلحة في عام 66، واخترت سلاح الصاعقة
لان امكانياتي النفسيه والمعنويه لن يحتويها غير الصاعقه. كل الجيش على دماغي من فوق، بس انا امكانياتي عارفها هدي انتاج اكثر في الصاعقه. فغيرت سلاحي من الحرس الجمهوري ورحت الصاعقه. كان امل عمري كلها ان اخدم في هذا السلاح، لاني مستعد اموت، فحموت يبقى عاوز سلاح اموت من خلاله. فحضرت حرب 67 بعد ما خلصت التدريبات العاليه كلها، وطرحت سينا حضرت حرب 67 وحصل الانسحاب، وانسحبنا وحصل فيه خسائر في الجيش المصري وفي السلاح. اسرائيل احتلت سينا كلها ما عدا قدم واحده في سينا، وهي مدينه صغيره اسمها بور فؤاد. بعد 20 يوم بالضبط من خسرتنا هذه الحرب بدات حرب الاستنزاف. معلش انا يعني اللي حاضر في ميدان القتال غير اللي بيكتب على الورق او غير المؤرخين، معلش انا اسف. حرب الاستنزاف بدات 1 يوليو 67 بعد الخساره ب 20 يوم، لان احنا مش هنستنى. كان في جرح؟ لا انا ما انجرحتش لسه. للمصريين ساعتها كان لا جرح ايه؟ جرح وجروح، والواحد كان انا عن نفسي كان ظهري مقطوم، فلازم اعمل حاجه عشان العالم يقول علينا ايه مصر مش فيها رجاله وايه الحكايه بالظبط. فبدات حرب الاستنزاف في 1 يوليو 67. قامت قوه اسرائيليه تقدر بحوالي 15 دبابه مدرعه عشان يحتلوا بور فؤاد بعد 20 يوم. كلفت القوات المسلحه بمجموعه صغيره من رجال الصاعقه، وكان الشرف العظيم ان اكون من هذا الرجال بمقابلتهم عند حته اسمها راس العش، وتدميرهم فجر 1 يوليو 67 عشان ما يروحوش بور فؤاد. وطبعا كان بفضل الله سبحانه وتعالى مع زمايلي، احنا كنا قوه صغيره جدا تقدر بحوالي 33 فرد، بنواجه 120 فرد 15 دبابه مدرعه، مفيش تكافؤ بالمره اطلاقا. ولكن طالما انت متوكل على الله هينصرك وانت صاحب حق. ففي هذا اليوم ربنا وفقني سبحانه وتعالى ومع زمايلي، ودمرت مدرعه ودمرت دبابه، وزمايلي كملوا على الباقي، واستشهد معنا برضو بعض الابطال من الصاعقه، وكنت اتمنى ان اكون منهم يوم الاستشهاد هو، ولكن ربنا ابقاني عشان اكمل مع زمايلي بقيه الحرب. انا طبعا كان في هاله كبيره جدا، حرب نفسيه صعبه جدا. جيش الدفاع الذي لا يقهر والجندي سوبرمان. لما تقابلنا في المعركه راس العش ظهر كل واحد على الحقيقه. كان عندكم حاجز الرهبه ده قبلها؟ العامل النفسي اللي كان الحرب النفسيه كانوا شنها علينا كان موجود عندكم طبعا، وخسرنا الحرب ما حاربناش. الارض سينا راحت، معلش انا اسف، سينا لم ياخدوها بالقتال، خدوها مننا احنا اللي ضيعنا سينا. لذلك لما اتقابلني في راس العش معركه صغيره جدا وغير متكافئه بالمره، ظهر كل واحد على حقيقته. ظهروا ازاي؟ احكي لي عن طبيعه يعني بمجرد انت فتحت لهم النار لا مؤاخذه كان بيفروا من امك كال في ايران. احتكيت حد عن قرب منهم؟ على مواجهه قريبه جدا، على امطار وتلاحم بالسلاح الابيض. خساره الطلقه دي بقى بتطلع خليها لوقت تاني. لا في القتال بالسلاح الابيض. فربنا وفقني في هذه المعركه، دمرت مدرعه ودبابه، والهاله بقى انشالت كلها. ومعركه في فرق بين الحرب والمعركه. الحرب هي اللي تكون بها كل الاسلحه مع بعضها، والمعركه اللي زي معركه العش بين طياره وطياره، بين مدرعه ومدرعه، بتبقى دي معركه. فكتبت التماس، قلت كاتب التماس، وارجو من قائد الصاعقه في ذلك الوقت المرحوم باذن الله سياده اللواء سعد الدين حسين الشاذلي ان يصدق لي بان اي عمل هتوب الصاعقه يكون جاهز. انا نفسي اموت دفاعا عن ديني وعن ارضي. فطبعا بدات حرب الاستنزاف انا في اعتقالي في هذا اليوم، لان احنا عملنا خسائر كبيره جدا فيهم، وحاولوا في نفس يوم الظهر، يوم 1 يوم الظهر يوميها، عشان يروحوا بور فؤاد تاني ما قدروش يخشوا، وبقت القادمه الطاهره الوحيده بور فؤاد التي لم تحتل. برضو يعني الحرب بدات ليه في 67 ليه؟ 14 15 يوليو برضه 67 ما تبقى لدينا من بعد المقاتلات والقاذفات قادها المرحوم سياده الفريق مذكور ابو العز بضربات قاتله للشهود الاسرائيليه في سيناء. ده الطيران. يوم 21 يوليو 67 اغراق المدرسه الات، وشفتها بعيني وبتغرق في البحر الابيض شرق بورسعيد. فما حرب الصفر بداتش 69 و 68 بدا 1 يوليو 67. هودي ده فين؟ انا ما عارف هوديها فين. ما هي البدايه اهي. تصدق لي بالعمل. وطبعا القياده عاوزه روح معنويه. يعني بنقول مثلا مقاتل عامل زي الهيركا اللي بيقولوا عليه ده، طب وفش عنده روح معنويه ما ينفعش. انا عاوز ناس تشتغل بروح معنويه. تصدق لي فسجدت لا شكرا ان القائد وافق لي على ان انا اشتغل. في مجموع 3 سنين حرب الاستنزاف، 3 سنين و37 يوم،
كما كان بفضل الله سبحانه وتعالى في 18 عمليه عبور في تدمير 16 دبابه و11 مدرعه. وكان اليوم الاخير في اخر عمليه الاخيره وهي الاغاره على منطقه الشؤون الاداريه، يعني مخازن ذخيره وتعيينات وقود في الخلف على العمق بعيد حوالي من 30 كيلو. العدو بيعربد في سماع الجمهوريه، عمال يعربد، بيعمل حاجات يعني ما يعملهاش ادم اخص، مش ممكن. يضربوا مراس بحر البقر في الشرقيه يستشهد 30 طفل، يضربوا المصنع في ابو زعبل يستشهد حوالي 100 كل ده ذات واصرار على الرد. لا ده احنا بقى، ده احنا كنا مولعين نار في حاله احنا لولا القاده مسلسلنا لاشتغلنا من نفسنا. العسكريه باوامر، لولا القاده يقول استنى هنعدي هنخش بكره بعده، لكنا الجيش كله كان عدى. حاجات مستفزه جدا في اهلنا. طب احنا عذرا بس لمقاطعه حضرتك، معانا استاذه مديحه حمدي من امبابه. اتفضلي استاذه مديحه، صباح الخير. الخط قطع. واضح الخط قطع. معانا حد تاني يا جماعه؟ معانا اتصال تاني. طيب يعني عذرا. فحضرتك كان اخر عمليه الانضراء دي كانت تدمير منطقه الشدريه، ذخيره وتعيينات. العدو بيعربد، فالقياده عاوزه توقفه، يعني عند خفه الحمل على الضرب في الشعب جوه. فضربنا هذه المواقع بالطيران الثقيل بقذافات القنابل والصواريخ المدفعيه، ما عملتش فيها حاجه لانها مدفونه تحت الارض باعماق صحيحه جدا. فاحنا عندنا السلاح الرئيسي والقنابل الذريه المصريه، الجندي المقاتل المصري العظيم. تم تكليف مجموعه من رجال الصاعقه وكان لها الشرف العظيم ان تكون دي اخر عمليه. وتوجهنا وتوكلنا على الله، هجمنا على الموقع ده هون في الفجر، دمرناه بالكامل، بيدنا القوه اللي فيه بالكامل، جبنا قائد الموقع اسير. ايوه. ايه اللي جابهم هنا؟ انا ما بعدلش على حد، احنا بنجيب ايه ده جاي انا هاكلك مش هذبحك، انا هاكلك خالص عشان ما تجيش هنا تاني. واحنا مخلصين وراجعين، كان بيننا وبين القناه كان الساعه 6 صباحا، راجعين في تاه القناه على بعد حوالي 10 كيلو فاضيين، والنهار طلع هاجمونا. الانفجارات اللي عملناها والتدمير اللي عملناه عمل رد فعل كبير جدا. هاجمونا 4 طيارات. انا كنت متاخر ورا زمايلي بحوالي ساعه الطيران بيجي حوالي بتاع يجي نص كيلو، ماشي متاخر لان ساعه الطيران بيجي انا كنت بادي عمل معين مش هقوله برضه لان كان في منطقه القناه شرق التينه بحوالي 10 كيلو 12 11 كيلو. الاصابه بتاعتي 10 كيلو. شرق التينه عبر القناه في الضفه الشرقيه. طبعا انا كنت متاخر لاني بادي عمل معين مش هقوله انه من اسرار القوات المسلحه ما ينفعش يتقال، ومتاخر ورا زميلي شويه عشان بيأدي هذا العمل. فاجوا ال4 طيارات، فانا جاي وراهم لسه بخطوه سريعه عشان الحقهم، اصطادني الطيار الاسرائيلي. الارض مفتوحه زي كف ايدك، بسم الله بقى شعقه وطول وفتوه وبقى اصطاد، راح نازل عليه بالرشاط. طياره من راجل انزل على بالرشاط يضرب، اهرب يمين واهرب شمال منه. يعني لسه بس محتاجاني، يعني لسه الارض محتاجه، عاوزين نحرر انا ومع زمايلي. ده كان سنه 70. اهرب يمين واهرب شمال منه، واضرب في الوقت عليه بالسلاح الشخصي اللي معايا بالآلي، اضرب عليه علشان السلاح بيرفع المعنويات الواحد، وفي نفس الوقت ابعته رساله انا مش خايف منك. الطريقه دي قلعه حربيه رهيبه جدا، صواريخ ومدفع ورشاط. واهرب يمين. والمهم الشباب بقى ما تبصيش دلوقتي وانا عندي 65 سنه، لا بص لي وانا عندي 23 سنه. حضرتك طبعا بقيت اقول لهم كنت راجل انزل لي. شباب بقى الثوره الشباب انزل لي، فهم الاشاره راح ضربني صاروخ. ضربني صاروخ ليكرمني المولى سبحانه وتعالى باعز واغلى تكريم، رغم ان انا متكرم من شعب مصر الثلاثه السابقين بناشين، الا هذا التكريم من المولى سبحانه وتعالى كان ليه واقع في قلبي، حتى انا مش مصدق نفسي النهارده ان ربنا كرمني هذا النشيد. فقط الساقين ضربني صاروخ ضربني صاروخ بطر الساق الايمن وبطر الساق الايسر وبطر الساعد الايمن، وركبت صناعي. طبعا انا شلت من هذا المكان بزمايلي في حته نقطه. طيب انا بس مش عايزه اقطع حضرتك، بس التليفونات عندنا كتير، ناس عايزين كتير يكلموا حضرتك. معانا استاذ صبحي من السعوديه. استاذ صبحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. 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 برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام، وبصراحه انا بسمع كلام الراجل ده بزداد فخر فوق الفخر اللي بيقول ان المصريين هم ما زالوا ابطال وسيظلوا باذن الله ابطال. الراجل ده بيذكرني بالصحابه اللي كانوا مع رسول الله وبيقاتلوا، واللي يقطع رجله ويتقطع ايده ويمسك السلاح ويمسك العلم ويفضل رافع لا اله الا الله رايه بتقول ان انا بدافع في سبيل الله. كتير يكلموا حضرتك. معانا استاذ صبحي من السعوديه. استاذ صبحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام،
وبصراحه انا بسمع كلام الراجل ده بزداد فخر فوق الفخر اللي بيقول ان المصريين هم ما زالوا ابطال وسيظلوا باذن الله ابطال. الراجل ده بيذكرني بالصحابه اللي كانوا مع رسول الله وبيقاتلوا، واللي يقطع رجله ويتقطع ايده ويمسك السلاح ويمسك العلم ويفضل رافع لا اله الا الله رايه بتقول ان انا بدافع في سبيل الله. الراجل ده فعلا يستحق قبله مني ومن كل المصريين في العالم ومن كل العرب على دينه، وان كانت ايده او رجله اتقطعت فان شاء الله باذن الله ان شاء الله هو في الجنه. طيب شكرا ليك يا فندم، الف شكر. ومعانا الاخ ابراهيم من القليوبيه. صباح الخير. صباح الخير. انا سعيد بالحوار، وسعيد الاستاذ خيري قال كلمه قبلك في اللقاء اللي قبل كده، قال ان مصر هتبقى ام الدنيا سابقا. انا بقول له مصر عمرها ما تبقى ام الدنيا سابقا طول ما في رجاله في شباب. وعايز اقول كمان ان اللي بيحصل في التحرير وغيره ده لا بيمثل حاجه لمصر. مصر 28 محافظه، كل اللي بيحصل ده كله كلام اونطه وشويه مظاهرات. عايزين نسيب الناس تشتغل عشان نشوف لقمه العيش، وبس الشعب يشتغل يومين ثلاثه يبطل مش عايز يشتغل ليل نهار. طيب عايزين نحل مشاكلنا ان شاء الله. شكرا ليك يا استاذ ابراهيم على وجهه نظرك. استاذ جمال من الدقهليه. استاذ جمال. الو. طيب يعني أعود لضيفنا العزيز اللي مشرفنا الأستاذ علاء علامة، وهو عضو في حملة في حب مصر. وأعتقد أنك أستاذ علاء بتصطحب بطلنا الكبير في جولة وزيارات كثيرة من أجل أن يتعرف الأبناء والمصريون على هذا البطل. تحكي لنا عن هذا الرحيم. هو بصراحة هو الحاج أبو جاد هو اللي بيصطحبني، لأن أنا بعتز جدا وهو أبي، وهو يعني بعتبر انه مثل اعلى بعد الرسول عليه الصلاه والسلام نظرا لروحه القتاليه والوطنيه العاليه. وهو يعني بيبث روح الوطنيه في اي مكان بيروح، حتى لو مكان جامد وما فيهوش اي روح. فهو كانت عنده فكره وابتدينا نحن ننميها، بنمر على المدارس متطوعا بدون ما حد يطلب منه ان هو يحكي بطولاته وبطولات زملائه اللي كانوا في الحرب معاه، في ان هو الشباب يبقى عنده وعي وطني. نحن لا مع احد ولا ضد احد، احنا هنتكلم عن مصر اللي هي تستحق ان احنا نضحي بكل غالي ونفيس من اجلها. وده مثل حي وواقع وموجود ان الشباب يمتثل بيه. كويس. كان ايه ردود الفعل يا استاذ علاء؟ يعني الجولات اللي انتوا قمتوا بيها كان ايه ردود الفعل حواليها؟ ردود فعل قويه جدا. مش عايز اقول لحضرتك يعني ان في يعني ناس اتغير تفكيرها، ان هو شاف بطل حقيقي بالنسبه له روحه فداء لتراب هذا الوطن. هو ما بيفكرش غير في مصر، ليه هدف وليه منهج هو تربى عليه، هو منهجه هو مصر. طب هل في فئات عمريه معينه حضرتك بتستهدف بيها يعني هذه الحمله؟ تستهدف مثلا الاطفال الابتدائي لا الاعدادي؟ احنا ابتدينا بمرحله الابتدائي والاعدادي ومدارس متعدده، ده بس عشان يبقى هم لسه في مرحله التاثير الاعلامي الواقع عليهم دلوقتي. لان هو انما الشباب ان شاء الله لينا برضو يعني جوله معاهم متقدمه شويه. وهو الحاج ابو جواد بيقوم بجولات تانية شخصيه لبعض الاماكن العسكريه، وزي مثلا كليه الضباط الاحتياط برضو في توعيه، يعني هو الفداء والبطوله. حضرتك كنت بتشوف ايه في عيون الاطفال وحضرتك بتكلمهم عن بطولاتك؟ ويعني دايما الجيل ده متهم بانه هو جيل مصر مش في دماغه، يعني كل همه مصلحته الشخصيه، عايز يستمتع، عايز يلعب، عايز ياخد كل حاجه، مش عايز يدي اي حاجه للبلد دي. حضرتك شفت ايه في عيونه؟ ماليش حد يقول لهم مصر تتحب ازاي. هو كان كل التشويش الاعلامي وقتها، معلش انا اسف، كان كله على الكوره. ازاي نجيب كاس كاس العالم، وازاي نجيب كاس افريقيا. لا، كاس افريقيا مش هو مصر، ولا كاس العالم هو مصر. لا، ده في اهم من كده، في المحافظه على تراب الوطن ويتحط في مين يعمله جوه. وهي الكوره دي لعبه ترفيهيه مش هي الاساس. فانا بخلص اي مدرسه بقول للمدير الحقني العيال هيموتوني،
بكل عاوز يبوس ايدي، كل عاوز يبوس دماغي، بقول حقوني هيفطسني، العيال بيتلموا عليا. فالحمد لله بلاقي انا بجيبها من اسوان لاسكندريه، كل مدارس وقصور ثقافه وانديه، بلاقي رد فعل رهيب جدا من الاولاد. استاذ عبد الجواد، يمكن انا عايز ارجع لتجربتك مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر واللي اطلق عليك الشهيد الحي. نتكلم يعني نعرف تفاصيل هذه التسميه ايه؟ والله حضرتك العمليه دي كان سياده الرئيس بيتابعها، وانا عايز اقول نقطه بس صغيره، ان الطيار لما ضربني انا لقيت رجلي مترميه ودراعي، وانتظرت دقيقه واحده زميلي يقول ما جوش، فانا قلت انسحبوا او استشهدوا. طب انا كده هتاخد اسير، انا كده هتمسك اسير وعايز يستفاد مني، هياخد معلومات عن الصحة، عن الجيش، عن الامن القومي، فطبعا انا كده مصيبه لو وقعت في الاسر. وانا يعني في الصحة كنت الجندي المجند المحترف، يعني عارف كل حاجه، مش جندي راح ابص للساعه اطلع يوم ايه من الجيش، لا انا داخل الصحة دي عشق الصعق والقلب المسلحه. فلما زي تاخروا على دقيقه فقررت ضرب نفسي بالسلاح. قررت تضرب نفسي بالسلاح عشان عاوز استشهد مني. الآلي في ايدي والسقاطه في وضع عالي والخزنه فيها 30 طلقه، ضربت شهادتين وعايز السلاح في صدري وواحد ضغط على الزناد ما طلعش وطلق. طب ده ما يعني التفكير ده ما كانش فيه نوع من الحرمانيه؟ يعني انا قلت ربنا يسامحني يا رب عشان احمي زمايلي من الصعقه والقوات المسلحه. لكن بالدراع السليمه اللي كانت مطلقه. هي دي السلاح اللي فضلت ضغطت ما طلعش وطلع. عشان ربنا يكتب لي اراد لك خيرا، يا رب يكتب لي عمر عشان اقابل ابنائي في المدارس واقابل اخواتي في الشعب المصري واحكي لهم احنا تعبنا ازاي ومتنا ازاي. وعرف بالموضوع ده الزعيم جمال عبد الناصر؟ كان متابعه طبعا. نقلوني زمايلي غدينا خط برليف الى حته اسمها التينه، حطوني على نقاله واتشلت من التينه لبورسعيد 25 كيلو من 8 صباحا ل 8 مساء عشان يعرفوا التعب اللي احنا تعبناه. مصاب من 6 صباحا ل 8 مساء 14 ساعه. قابلت الزعيم جمال عبد الناصر؟ بعد ما اتنقلت جيت مستشفى الحلمي العسكري في القاهره، سابع يوم جزرني، لقيت في دماغي بيفوقوني، انا طبعا رجلي متقطعه ودراعي وعيني وكل في قطن ومحروق وظهري مصاب، لقيت بيقابلني من هون، قالوا لي الرئيس جمال عبد الناصر بالي ناقشني في العمليه وعارف كل حاجه بس بيرفع المعنويه، هي مرفوعه اصلا. كان معاه السيد تفريق محمد فؤاد رحمه الله عليه، فبيقول لي في النهايه وهو ماشي انت عاوز حاجه؟ قلت له يا فندم عاوز بقى عاوز تتخيل عاوز ايه يعني؟ شقه ولا عربيه ولا وظيفه؟ قلت له يا فندم عود للمدينه مره ثانيه. واصيب بالذهول. عود للجبهه مره اخرى. اصيب بالذهول، بص كده ما قدرش يرد، عينيه لبعت وقال له يا فوزي بدل ما روحي موجوده هنتصل ان شاء الله. ومشي ولم يعقب. انا طبعا خلصت العلاج وتعالجت في مركز سير المحاربين، ركبت اطراف صناعي رجلي ودراعي. ما تبصش دلوقتي انا عندي 65 سنه، لا كان عندي 23 سنه. طلعت من المصنع بتاع اطراف صناعي، لعبت كوره مع العساكر، طلعت برج 10 دور نزلت، اتكتب لي خروج. الصوره معانا ايه يمكن وانت عندك 23 سنه حاجه. ايوه فندم، هي دي الصوره دي. خرجت سيادتك من معايا شهر اجازه وارجع عشان يرفدوني، خدت جوابي في جيبي وطلعت على الجبهه على طول، على كلمتي موجوده في الانطره غرب. قالوا لي زمايلك فرحه هستيريه، وعلى راسهم المرحوم سياده النقيب سمير يوسف محافظ اسوان منذ 2 سنين، الله يرحمه سياده اللواء سمير يوسف. خدني بالحضن وبتاع، انت جيت ليه وانت تعبان؟ المستشفى بعت لنا اشاره انك خرجت. قلت له انا جاي اقعد معاك. وقلت له تقعد ازاي؟ تقعد فين وانت رجليك تقطعوا دراعك؟ قلت له يا فندم مش هسيبكم ولا محاربه مع بعض. قال لي ازاي؟ وهو كان صعيدي وشديد الله يرحمه، فلقيته كشر كده وقال لا انت هتروح بكره. قلت له سياده النقيب سمير ان كنت انت صعيدي انا شرقاوي، اقسم بالله العظيم انا ماشي من هنا اما انا شهيد وسيما اللي متحرره. فالكلمه كانت صعبه عليه، خدني بالحضن وقعدت عشان اكمل 71 واشارك في حرب اكتوبر الواضح هذا، لان لما رجعت الميدان تاني يا استاذ اشرف مصر كانت محتاجه الايد اللي فاضله عندي، محتاجاهم. وبيني وبينك كنت رايح الاقي جدتي طمعان في الشهاده، بيني وبينك يعني سر بزيره طمعان في الشهاده، يعني بعشق الشهاده وانا 10 سنين، وده شرف كبير يعني. لما كان الجيش بيضربونا في اسماعيليه بالرصاص يعني كان نفسي في الشهاده. وقاتل في حرب 73 بقيت ارفع معنويات زمايلي واحسهم على القتال واقول له فلان يا فندم سيادتك ده في الحته دي يعمل احسن. انت يا حاج عبد الجواد انت منين من الشرقيه؟ من مركز فؤوس. عندك اولاد ومتزوج وحياتك الحمد لله يا رب العالمين، ومارس حياتي كما امر ربي على وجه الارض. تزوجت في 74 وعندي 8 من الاولاد، 4 بنات و4 ذكور، وعندي 11 حفيد و2 جيل ان شاء الله قريب 13 ان شاء الله. ان شاء الله بيفخروا بيك اكيد يا حاج عبد الجواد. اولادي عايزين يشيلوني من على الارض. يعني عندي ولد ابن الكبير اسمه محمد، لو قابلني 100 مره في اليوم يبوس على ايدي وعاوز يبوس الجزمه. ما شاء الله. يقول له بابا احنا عايشين بوجودك. اقول له يا ابني ما عملتش حاجه، انا اروح فين في الابطال ولا العظماء اللي عملوا؟ اروح فين في العظماء والشهداء اللي عملوا؟ الاستاذ علاء من نفس البلد؟
لا من بلد اخرى. لا من بلد اخرى. جمعنا حب مصر انا واخي الفاضل جمعنا حب مصر، يعني لقيته راجل حبه غير انا بيحب مصر، فانا غيرت منه صراحه يعني في الحب بتاع مصر يعني. طيب في هذا اليوم يا حاج عبد الجواد يعني من الابطال زملائك تتذكره؟ لن انسى زمايلي الابطال العظماء، عبد الفتاح عمران من عصافره اسكندريه، صابر محمد عوض زفت غربيه، احمد ياسين من راس غارب. دول شالوا النقاله 25 كيلو من 8 صباحا ل 8 مساء. لما بروح ازورهم في راس غارب ولا في الغربيه ولا انزل اسكندريه ببوس ايديهم، لانهم لهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى ان نكون حين ارزق حتى هذا الله. اخيرا حاج عبد الجواد كلمه توجهها لشباب مصر من اجل مصر. بقول لهم احنا متنا. احنا متنا، اباكم واجدادكم ماتوا 120,000 شهيد، واحنا مصابين بعشرات الالاف. احنا اللي بناه ده هو حافظوا انتوا عليه، مش تخربوه، مش تكسروه، مش تولعوا في دي وتخربوا دي وخليا مدفوع ثمنها مش فلوس، مدفوع في ثمنها ارواح ودم. الله يفتح. حافظوا على الوطن وحطوه في نين عينيكم زي ما حطينا وطن في نين عينينا. الله يفتح. احنا بنشكر حضرتك الحقيقه يعني حاج عبد الجواد سويلم الشهيد الحي، بطل من ابطال مصر الابرار، والاستاذ علاء علامه عضو في حمله في حب مصر. احنا كده وصلنا الى نهايه حلقتنا النهارده. بشكر كل زملائي اللي شاركوني في تقديم هذه الحلقه. نتمنى تكون يا رب الحلقه نالت اعجاب حضراتكم، وبنصب على حضراتكم دائما صباح السعاده والامل والتفاؤل. صباحكم كريم. طبعا ما انا ام البطل، ابني حبيبي يا نور عيني، بيضربوا بيك المثل كل الحبايب بتهنيني. طبعا ما انا ام البطل، ولد الحر اتربى وشبع من سيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمانه وابنك، اتربى وشبع من سيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمانه وابنك، شد الرحال شق الرمال، هد الجبال عدى المحال، زرع العالم طرح الأمل، وبقيت أنا